الرود ماب الغلط اللي انا مشيتها في البرمجه. كنت بتفرج بقى على بودكاست، وهو البودكاست ده فيه اتنين ملهمش علاقه بالبرمجه تماما وعملوا كارير من البرمجه. فانا بصراحه حبيت الموضوع، وخصوصا ان هم فضلوا يتكلموا كتير جدا عن مميزات البرمجه. يعني تقريبا قالوا كل حاجه وقالوا حاجات مختلفه، ومنها برضو قالوا رود ماب لمثلا اي حد عايز يبدا في البرمجه وهم بداوا ازاي وهكذا. بس الفكره بقى اني تقريبا انا ما طلعتش بحاجه من البودكاست ده كله غير الرود ماب، وفي الاخر طبقتها غلط. انا طبقتها غلط لاني ما استنيتش اسمع اكتر من ناس تانية. خلصت البودكاست في ثانية، رحت اللي هو كيفية تعلم البرمجة في ثانية، بعد كده بدأت. كنتش عايزة اضيع وقت طويل في ان انا ادور، وكنت حاسة ان انا لو اتأخرت شوية كمان، او لو انا فضلت ابطأ، او لو انا فضلت اماطل مش هبدأ. فانا دخلت بدأت على طول. اول حاجة بقى اتعلمتها كانت بايثون. انا اصلا لما خلصت البودكاست كنت انا خلاص قررت ان انا هدخل تراك الفرونت اند. فانا دخلت بايثون، اصلا ملهاش علاقه بالفرونت اند تماما، اتعلمت فيها كتير. المهم انا خدت كذا كورس، يعني شفت كذا كورس فيها وطبقت وراهم كتير، ووصلت يعني وصلت مرحله متقدمه فيها، وصلت لحد الاو او بي، وديت يعني مرحله متقدمه فعلا. فانا بعدين بعد ما خلصت انا مش يعني خلصت الكورس وطبقت عليه، مش عارفه هعمل ايه، هبدا ازاي. رجعت تاني اروح ادور ايه اللي فايتني، هعمل ايه، هكمل ايه بعد كده. لقيت اصلا إن التراك اللي انا ماشيه فيه ده طبعا مش فرونت اند بايثون، يعني مش حاجه تبع الفرونت اند تماما. فرجعت تاني بقى بدات اتش تي ام ال عادي، وسي اس اس وجافا سكريبت. وهنا بقى جت الغلطه. المفروض اني بعد ما اتعلم مثلا تراك الفرونت اند اروح اطور نفسي اكتر في الفرونت اند، واتعلم فريم ورك اطار عمل يعني، عشان الشركات بتحتاج المستوى المتقدم ده. هما مش بيحتاجوا حد مثلا، يعني اغلب الشركات تقريبا مش بتوظف مثلا حد عنده HTML CSS جافا سكريبت بس، لا هم عايزين معاه فريم ورك مثلا. فانا طبعا ما اتعلمتش الفريم ورك ده، وبعد كده دخلت رحت اتعلمت PHP علشان اعرف اعمل موقع كامل. فقلت همشي فول ستاك، اتعلمت البي اتش بي واتعلمت الماي سيكوال، وبعد كده فعلا بدأت ابني مشاريع بيها بعدين. بس مشكلة المشاريع دي برضو هو إن انا اعرف ابني، ايوه اعرف ابني موقع كامل، في نفس الوقت الشركة محتاجة حد مستواه متقدم، محتاجة حد متعلم فريم ورك او معاه اطار عمل بيشتغل بيه، لان هم اصلا الشركات حاليا كل الشركات بيشتغلوا دلوقتي بالفريم ورك، لانها بتسهل الشغل كتير جدا يعني، والحاجات اللي احنا عارفينها ديت. فانا بدأت اعمل مشاريع اعمل عنها فيديوهات واعرضها عادي على لينكد ان، وبصراحة كان في ناس كتير جدا مهتمة بيها. بس في النهاية اغلب الناس بتبقى محتاجة المستوى المتقدم ده. قليل جدا لو لقيت حد مثلا ممكن يشغلك بدون اطار عمل، فاطار العمل ده حاجة مهمة جدا. فهو انا بجد يعني لو كنت هبدأ من تاني مش هتسرع خالص، وهدور وهاخد وقت في البحث، مش اللي هو افضل اشوف فيديوهات كتير لدرجة ان انا مبدأش خالص. في نفس الوقت مش ابدأ وانا مش عارفة انا رايحة فين، او ابدأ وانا المفروض كنت عايزة اوصل لحتة فوصلت لحتة غيرها.